قراءات أثرية. قراءات أثرية من إعداد حسانية محمد. تقديم منى الشربجي. مونتاج وإخراج محمود وليد. كان لمصر أسماء عديدة عبر التاريخ، واتطورت لغاية ما وصلت للاسم المتعارف عليه دلوقتي وهو مصر. تعالوا معانا عشان نتعرف على بلدنا وأسمائها القديمة. أول اسم كان اسمها كيمت، وده كان بيعني بالمصرية القديمة الأرض السوداء شديدة الخصوبة، ده كان في إشارة لوادي النيل. الاسم الثاني دشرت، ومعناها الأرض الحمراء أو الصحراوية. الاسم الثالث لمصرنا الحبيبة كان اسمها طاوي، ودي بتعني الأرضين، ده كان في إشارة لإقليم الشمال وإقليم الجنوب. الاسم الرابع حت كابتاح، وكان معناه في اللغة المصرية القديمة مقر النتر بتاح. النتر كان معناها الملك. النتر بتاح ده كان بيعد من أهم النترو عند المصريين القدماء. الاسم الخامس معانا هو إيجوبتس، وده الاسم اللي استخدمه الشاعر الإغريقي هوميروس في الإشارة لمصر لما ذكرها في ملحمة الأوديسا. الاسم بقى بتاعنا هو الاسم الأخير اللي وصلت له مصر، وهو مصر، وده الاسم اللي بتعرف به الآن. ورد ذكره في القرآن والتوراة، وكمان ورد الاسم في النصوص الآشورية والبابلية والفينيقية والعبرية، زي مثلا مشر، مصر، مصور، مصرايم. وفي بعض العلماء بيشوفوا إن اسم مصر كمان له أصول في اللغة المصرية القديمة، كان مشتق من مصر، بيعني المكنون أو المحصن. دمتم مصريين.